مش كل حاجة بتلمع تبقى ذهب. مش كل الناس اللي احنا شايفينهم لابسين سينيهات بتبقى حقيقية. مش كل الصفحات اللي على السوشيال ميديا بتاعت المليونيرات والفراريهات واللامبرجينيهات والطيارات واليخوت والحياة الهاي اند دي بتبقى بجد. مشكلة كبيرة في عالم السوشيال ميديا اللي احنا عايشينه ده ان في ناس كتيرة جدا عمالة بتبيع لنا وبتصدر لنا فكرة الحياة الغنية الواصلة الناجحة اللي ما حصلتش، وهم اصلا مش لاقيين ياكلوا. فسيطر على نزعتك انك تفتح السوشيال ميديا، خصوصا الصفحات اللي بتحسسك انك انت اقل، وقرب لربنا وقرب للطبيعة وقرب للحاجات الحلوة اللي في الحياة اللي هتخليك حاسس انك غني من غير اي فلوس ولا اي حاجة خالص. لان احنا في الاخر مش هناخد معانا حاجة غير اعمالنا وافعالنا وسيرتنا الطيبة. فلو انت او انتي حاسين ان انتوا مزنوقين او متضايقين او حاسين ان انتوا محتاجين ان انتوا توروا ان انتوا مستواكوا اعلى من حقيقتكم، حاولوا يا ريت تتخلصوا من الاحساس ده وتاكدوا انه مفيش حد اصلا فارق معاه غير نفسه. لو انت سنك صغير وبتتفرج على الحاجات دي اكيد بتحس بالاحباط عشان بتحس ان انت بعيد قوي عن الموضوع ده، ولو انت سنك كبير وبتتفرج على الحاجات دي بتزعل اكتر لان حاسس ان انت اصلا ما عندكش وقت توصل لربع الحاجات دي. بس اللي عايز يعمل فلوس واللي عايز يتغني بجد بيركز على نفسه وبيركز على مستقبله وبيعيش على قده. اكشلي بيعيش اقل من حجمه. اغنى ناس اعرفها لو شفتهم مش شرط تفرقهم ما بينهم وما بين اي حد تاني طبيعي، بيبقوا هادين وسهلين ومش عايزين يوروا لاي حد اي حاجه زياده. هما بيبقوا راضيين بنفسهم، بيبقى عندهم ثقه. زي الراجل القوي قوي ده ما بيبقاش عايز يتخانق، فالراجل الغني بجد ما بيبقاش عايز يوري قوته ولا بيبقى عايز يوري فلوسه. والست الغنيه بجد ما تبقاش ماشيه بتدلدق براندات. طبعا الفلوس حاجه جميله وحلوه، ولما بنبقى معانا فلوس الغالي ثمنه فيه، ولما بنبقى بنلبس براند بيبقى فعلا احساسه مختلف ومهم. بس مش هو ده اللي بيحددنا، مش هو ده اللي يخلينا ندين علشان نلبسه. مش هينفع نفكر ان احنا نجيب الساعه او نجيب العربيه واحنا مش بانيين مستقبلنا. ممكن جدا يجي لك فلوس كتير وتبعزقها على كل الحاجات اللي هتوري للناس ان انت غني، بس انت فعلا مش غني. وممكن جدا الفلوس اللي انت عملتها دي تضيع في يوم وليله. فالغني ده بيفكر على المدى الطويل، بيفكر بالعشرات السنين، بيبص لقدام ويشوف هو ازاي هيبني مستقبله وازاي هيكبر الفلوس اللي معاه. والفقير بيفضل فقير في تفكيره حتى لو بقى معاه فلوس في البنك. هو ممكن جدا يركز على البهرجه والفشخره والمسخره ويلاقي نفسه صاحي تاني يوم معهوش فلوس ومعهوش اصلا قدره انه يعمل فلوس اكتر من كده. فلو انت خايف على مستقبلك وخايف على حياتك وخايف على نجاحك، عيش على قدك. اكشلي عيش اقل من حجمك، وركز على انك تبقى راضي، وركز على انك تبقى عايش حياه صحيه، وركز على ان انت تبقى بتصحى كل يوم بتشكر ربنا على اللي معاك مش على اللي مش عندك. بص لقدام مش تحت رجليك. صباح الجمال وربنا يوفقنا.